السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نكمل شغل. يلا يا باشا، بسم الله. دلوقتي هندخل على الجزء اللي بعده، اللي هو الوش اللي فوق، وش الكروكس من فوق. تمام. زي ما قلت لكم انا هحاول اكون سريع في التوضيح والشرح، وانت ايه، خد وقتك افهم بس الخطوات اللي انا بعملها. زر الشورت كات. تمام. يلا بسم الله. طيب احنا عشان نعمل الوش ده محتاجين نطلع قطعة صلصال من القطعة اللي عندنا هنا. تمام، ناخد منها حتة. ماشي. هندخل هنا في الموديفايرز، نطفي ده دلوقتي. نحدد الأوجه بتاعتنا. كليك هنا على أول واحد، وكنترول شيفت على آخر واحد، هيحددهم لك كلهم. بس لازم برضو تتأكد من السلكت إن هو مش عامل سلكت لحاجة تانية. احنا عاوزين الأوجه اللي جوه، مش عاوزين اللي بره. تمام. هنعمل شيفت دي. ماشي، خد بالك ما تحركش الماوس. انتر. بعدين دوس ام. لا، دوس بي. وبعدين سلكت. تمام. هتلاقي في طبقة لونها غريب كده، حركها كده، هتلاقي دي الطبقة اللي احنا عاوزين نعمل منها الوش. تمام. طيب اطفي لي ده، او امسك اطفي ده خالص، روح على اللاير بتاعته اطفي من هنا. طيب احنا محتاجين دي بس. طيب قبل ما نبدأ فيها لازم نبص، اطفي اللاير دي كمان، وبص للشكل ده، وشغل الريفرنس اللي هو اللي تحت، اللي هو دوت، عشان خاطر ده اللي احنا محتاجينه. تمام. امسك ده وادخل في الايديت مود. عايزين نصلح اللوب اللي احنا كنا بوظناه دوت. تمام. واحنا في الايديت مود هنروح نظهر الفيرتكس، نحدد دي ودي اس واي 0. تمام. بص من فوق هتلاقي الشكل بقى ايه، مظبوط. تمام. نبص من هنا، نتأكد ان مفيش ميلان. تمام، ده الكيرف بتاعنا عادي خالص. تمام، اموره زي الفل. ندخل هنا تاني ونروح عاملين ايه، عاملين سيلكت اول من حرف ال A في الكيبورد. تمام. نبص من الجنب هنا، هنعمل اكسترود اللي فوق. يعني شايفين النقاط دي كلها، هناخد منها نسخة لفوق، والنسخة اللي احنا عاملين لها سيلكت دي هتفضل زي ما هي. هندوس اي. ماشي. ولما تطلع فوق شوية لو لقيت ميلان، دوس زد. لو الشكل بقى حر دوس كمان زد. بص الشكل بقى طالع ستريت مظبوط. اطلع لحد فوق مثلا هنا، واظهر الواير فريم، وبعدين دوس. عايزين نخلي الفيرتكس اللي فوق دي كلها برضو ستريت. هنصغرها في الزد، المحور الزد اللي هو الازرق اللي هنا دوت. تمام. اس زد 0. تمام. لو الخطوة دي عاملة لك لخبطة، اعملها زي ما انا بعمل، وبعدين ايه مع الشغل لما تجربها تاني يعني هتفهمها واحدة واحدة. تمام. طيب الخطوة اللي احنا هنعملها ايه دلوقتي، نطلع نبص كده الشكل بتاعنا تمام. نبص من الجنب تاني، واير فريم، ونبدأ نعمل ايه، نبدأ نحدد الجزء اللي هنحذفه. احنا عاوزين يعني ايه، نقطع الشكل ده من هنا كده، بس احنا مش هنقطعه. احنا هنعمل ايه، هنحدد الأوجه اللي هنا دي كلها نمسحها. نروح للسوليد، نمسك آم، 3، ونمسك دول، دول ودول 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 كمان، وكمان دول. بص حدد الجزء ده كله كده. تمام. أو لحد هنا، التلاتة دول بس، وخد ده معاهم. الحتة دي هنزودها احنا، ودوس اكس فيسز. تمام. تعال بص كده هتلاقي الشكل ده اهو. تمام. احنا عاوزين برضو نحذف اللي تحت دول، مش محتاجينهم. واحد، كنترول شيفت، واخر واحد. تمام. متأكد ان هو عامل سيلكت. تمام. دوس اكس فيس. تمام. بص من الجنب هنا، واير فريم. طيب اللي احنا هنعمله ايه دلوقتي، نبص كده للشكل. بص لما تطلع ورا الايديت هتلاقي ايه، تقريبا احنا يعني انجزنا جزء كبير جدا في الحتة دي. تمام. نروح هنا بقى، نبدأ نظبط. ندخل edit مود، ونظهر السب ديفيجن عشان خاطر اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. في تركة هنا لازم تاخد بالك منها. تمام. شوف، شايف الخط، شايف الخط دوت اللي هو اخره هنا اهو، اخره هنا. تمام. الخط ده هو السوليد، هو الصلصال بتاعك. بص اخره هنا اهو، لو رحت واير فريم هتلاقي هو ده.
شايف الخط اللي هنا ده اهو، في ليه خط صغير هنا يا دوب اوت لاين صغير كده، يعني ايه، حاول تركز عليه. تمام، وماشي معاك لحد هنا اهو. بص، روح هنا كده زي ما انت شايف كده. تمام، اللي احنا عاوزين نعمله ايه دلوقتي، هنمسك الفيرتكس دي ونحركهم لحد لما ينزل الشكل ده ياخد الانحناء بتاع وش الكروكس. تمام، امسك دول جي زد وانزل لحد هنا. شايف الخط اهو هنا اهو الصغير ده، حاول تركز في الحتة دي. ماشي، وانزل او ارجع كلهم كده، انزل جي زد لحد هنا، امسك ده طلعه جي زد لفوق. لو انت مش شايف روح سوليد وبعدين ارجع تاني جي زد لحد هنا. تمام، نفس الكلام جي زد. لا ماشي، هنمسك التلاتة دول كده جي زد وانزل بيهم تحت، وده كمان جي زد وانزل بيه لتحت. نظهر السوليد هنلاقي ده كده. بالك ما تعملش سيلكت لو انت بتشتغل من الجنب وعاوز تحدد الفيرتكس اللي هنا واللي هناك، ما تشتغلش والسوليد فعال. روح واير فريم حدد وبعدين ارجع للسوليد جي زد. ماشي، واير فريم جي زد مثلا، روح سوليد جي زد. تمام، هنا جي زد. تمام، وهنا اعتقد ان احنا محتاجين نحذف الاوجه اللي هنا دي. هنحدد رقم 3 من فوق، نمسك ده ونمسك ده نحذفهم اكس فيسز. تمام، هيتبقى معانا الوجه ده كده. تمام، زي الفل، حلو أوي. نظهر الفيرتكس تاني ونروح واير فريم، ننزل بده جي زد لحد لما يكون هنا. ممتاز، نمسك ده جي زد لفوق كده مثلا. لا ده تحت جي زد. تمام، جي زد جي زد جي زد. شفت وانا عامل سيلكت في السوليد محددش التانية. كنترول زد ويروح واير فريم جي زد وانزل لحد لما تكون كده، وطلع دوت جي زد عشان يعمل لنا ايه النص دايرة دوت. تمام، نروح واير فريم تاني. طيب امسك ده جي زد لحد فوق هنا، ده جي زد. انت افضل معاه لحد لما تظبط معاك جي زد. ممكن نحرك ده بقى دي جي واي كده فيقوم الشكل يظبط معانا. دي برضه حركها جي واي، دي جي واي ولمها كده. ما تحركش اللي تحت عشان اللي تحت ده ثابت، اللي تحت ده ثابت اوعى تحركه. ماشي، امسك الاتنين دول جي زد كده. تمام، جي زد جي زد اعتقد. لا، جي زد الموضوع غريب. جي زد. تمام، وبص على الشكل بتاعك كده هتلاقيه زي الفل. ماشي، روح هنا الاتنين دول نمسكهم جي زد وننزل بيهم لحد هنا كده. بص هنا هتلاقي ان انت ايه، انجزت جزء كبير جدا. تمام، اعتقد ان دي افضل طريقة تعمل بيها وش الكروكس بتاعك. تمام، الميلان ده غلط انا ما بحبوش، بس ايه هنحاول ان احنا نعدله دلوقتي جي جي كده لحد لما يكون مظبوط مثلا كده. بس هنا برضو جي واي، رجع تاني جي زد. تمام، جي زد. لا جي زد. تمام، ممتاز، حلو أوي. احنا هنبص بقى منين، هنبص من الفرونت اللي هنا كده، من وش هنا. بص هتلاقي الشكل ايه،
زي الفل. هتمسك دوت، هتمسك الاتنين دول ونعمل سكيل في الواي. احنا عايزين السكيل بتاعنا يمشي في محور الواي، بس عاوزينهم هما الاتنين يعملوا سكيل على بعض، يعني يقابلوا بعض في النص كده. هو اصلا كده كده البوينت، شايف البوينت الاورنج الصغيرة دي؟ هو كده كده اصلا الديفولت بتاعه ان هو دي البوينت بتاعته، دي اللي بيتحرك على اساسها، ده السنتر بتاع الحركة بتاعته. تمام. فانا عاوزين نصغر دول في الاكس، اس اكس، صغر كده. ماشي، ولازم تتحرك شوية هنا وشوية هنا عشان تشوف. اس اكس. تمام. نفس الكلام، نمسك دي والاختها اللي الناحية التانية اس اكس. تبدأ بقى انت تظبط الشكل بتاعك اس اكس. تمام. وحاول تبص للريفرنس كل شوية عشان خاطر ايه تطلع الشغل بتاعك ايه مظبوط. طيب. طيب احنا عاوزين نكمل الوش ده لحد الاخر، وبعدين ايه نرجع نظبط بقى كله مرة واحدة. هنسلكت اللي هنا دول، زي ما انت عارف انا بعمل سلكت للي هنا واللي ورا. جميل. وانا عامل ليهم سلكت كده. بص، دوس كنترول وكليك يمين من الماوس كده. شايف؟ خد بالك من المساحة اللي بين الفيرتكس اللي هنا والبين الفيرتكس الجديدة اللي هتعملها. يعني كده تقريبا المساحة دي زيها زي اللي هنا. فانت حاول تحافظ على النسبة دي. يعني تعالى هنا كده شوية، هنا مثلا كده، ودوس كليك تانية، رايت كليك من الماوس، كمان واحدة هنا، وكمان واحدة هنا، وكمان واحدة عند آخر الكروكس. نظهر الواير فريم ونمسك دول كده، مثلا دول جايين بزاوية كده هنلفهم شوية، نعمل ار اكس. تمام، عشان انا باصص من الاكس، فانا عاوزه يلف في الاكس، يعتبر ان الاكس ده ده السنتر بتاعه ويلف حواليه. تمام. دوت عاوزين نطلع بيه شوية فوق، جي زد لحد هنا. ماشي، ونفس الكلام هنا ار اكس كده، ودول نفس الكلام ار اكس، او نظبطهم ار اكس. زي ما قلنا احنا عاوزين نخلي التوبولوجي بتاعنا نضيف عشان ده كله هيساعدنا. تمام. نروح للسوليد. طيب هننهي الفيديو ده لحد هنا، وإن شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.